في الظروف الصعبة والأزمات زي اللي بنعيشها دلوقتي، اللي بيسيطر عليك وبياخد تفكيرك كله بيملى دماغك حاجتين: الخوف والحزن. بيبقوا عاملين زي حجرين طابقين على صدرك وسادين الطريق قدامك، ما بتشوفش أي حاجة. أو لما بتيجي تاخد قرار مهم في حياتك، اللي بيمسكك وبيوقفك مكانك الاتنين دول برضو: الخوف والحزن. خايف تندم، خايف تدخل طريق ما تعرفش تكمله، خايف تاخد قرار غلط، خايف حتى تفضل واقف مكانك فتندم برضو. والحزن على الحاجات اللي فاتتك وعلى حالك دلوقتي وعلى كل مشكلة أو كل أزمة حصلت ووصلتك لحالك دلوقتي وكانت السبب فيه. لأن في اللحظة دي عقلك ممكن يعرض لك ألف سيناريو وألف احتمال يخليك تقلق وتخاف وتتشائم من أي حاجة ومن أي قرار، ويعرض لك ويمرر لك أي موقف وأي مشكلة حصلت ويجمعهم لك ويكرهم ورا بعض، فتلاقي نفسك تدخل في دوامة من الندم وجلد النفس وتيأس من نفسك وتحبط وتشوف نفسك ولا حاجة. عشان كده ربنا وعد بالحاجتين دول لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن دي أكتر حاجة الإنسان محتاجها في الآخرة وفي الدنيا. حتى الملحدين واللي بينكروا الحساب بعد الموت واللي بينكروا الآخرة، الحتة دي ما بيقدرش يعديها، ما بيقدرش يتخطاها، ما بيقدرش يشيل مسؤولية نفسه في الدنيا من غير الإيمان. ما بيقدرش يعيش بطوله مهما اللي وصله من علم ومن شهرة ومن نفوذ، والناس بقت بتبصله في العالم كله بإعجاب وشايفينه مثل وبيستشهدوا بيه. زي الفلاسفة والعلماء اللي كانوا ملحدين وعملوا لنفسهم منهج وافتكروا ان هم فهموا سر الكون، هتلاقيهم في الآخر برضو تمكن منهم الحاجتين دول: الخوف والحزن. مثلا لما تبص لنيتشه اللي هو أكبر فيلسوف ألماني، هتلاقيه في الآخر بيقول: الحياة بلا معنى سوى الألم. إحساس التوهان واليأس ده، وإن أنت إبرة في كوم قش ومنك لنفسك، فده بيوصل الواحد مننا الحال مفيش فيه رضا على اللي حصل، لما يفتكر إن اللي حصل ده أنا اللي عملته وأنا اللي وصلت نفسي لكده، وينسى القدر وينسى تقسيم الأرزاق، وما بيلاقيش أمان في اللي جاي لما بيفتكر إن هو اللي بيتحكم وهو اللي بيغير في الكون وفي اللي حواليه، وينسى توفيق ربنا وتدبيره.